بعد التحليل بتاع الاسم، مادة الصنع والمعنى اللي بيجي لنا من وراء الموضوع ده كله، فنوصل بقى في النهاية إلى سمري كده بيتكلم عن الغرض من المسلة. أول حاجة، المسلة لما كانوا بيجيبوها في أماكن كانوا بيستخدموها أكتر من استخدام، بعيدا عن الاستخدام اللي هو الروحي أو الديني، كان ليها استخدام أصلا في الحياة الدنيوية، وهو معرفة الوقت. المسلة لما بتبقى واقفة بالشكل ده كانت بتبقى ليها زي مدرجات، على اليمين 6 وعلى الشمال 6. احنا عارفين ان المعابد في مصر القديمة بتبقى عمودية على على النيل، يعني المدخل بتاعها من ناحية الشرق، وقدس الأقداس ناحية الغرب. فالمسلة لما تبقى واقفة بالشكل ده، أول ما الشمس هتبدأ تشرق هترمي الظل بتاع المسلة وراها، فالمساحة اللي المسلة بيرمي الظل فيها دي كل ما الشمس بتشرق اكتر الظل بتاع المسلة بيبدأ يقل لحد ما بنوصل لمنتصف الظهيرة، بيبقى المسلة ملهاش ظل ولا يمين ولا شمال. وبعد كده وقت الغروب تبدأ الشمس تغرب والمسلة تبدأ ترمي الضوء بتاعها او الظل بتاعها في الجانب الجانب الثاني. فبيبدأ ان هم يستخدموها اصلا في معرفة الوقت، اللي هم ال 12 ساعة بتوع النهار وال 12 ساعة بتوع الليل. فده كان جزء مهم جدا من استخدام المسلات في مصر القديمة كمعرفة التوقيت. وكانوا كمان بيستخدموها في الجزء ان هم يعرفوا الحتة المهمة جدا، الاعتدالين الربيع والخريفي، من الناحية دي برضو كانت معروفة جدا جدا. لما كان بقى بيبقى في الاعتدالين ده بيبقى النهار والليل قد بعض بالظبط، 6 ساعات و6 ساعات الظل هنا وهنا. فلما كان بيبقى اليوم بالشكل ده بيعرفوا ان احنا دلوقتي في الاعتدال الربيعي او الاعتدال الخريفي. احنا عندنا مسلة بتاعت حتشبسوت اللي موجودة حتى الان عندنا، عليها نص جميل جدا بشكل كبير بيدينا الفكرة الفلسفية والدينية والطاقية بتاعت المسلة دي. بتقول بتذكر عليها دايما المسلة، وده دايما النص اللي على كل المسلات التانية، الألقاب الملكية بتاعتها. وبعد كده تقول تقول صنعت أنا إن إمنو إن إيت صنعت أنا من آثاري من ممتلكاتي مما أملك، تمام، إلى خالقي وأبي الإله الخالق، تمام، تخنوي مسلتين. وبتبدأ توصف في الشكل بتاعهم، طولهم، عرضهم، عليهم كذا وكذا. وبعدين بعد الذكر ده أو التكريس ده هي تقول لي بقى لعل الإله يخلد اسمي سمن رنئي، لعله يجعل اسمي خالدا حر إيشد على ذاكرة الزمن.